السلام عليكم. الساعة بتدق والعداد بيعد والكل في حيرة. ايه اللي بيحصل في كواليس اليوتيوب في مصر؟ ايه الخبر اللي قلب السوشيال ميديا من فوق لتحت؟ اسم واحد بس هو اللي بيتصدر كل محركات البحث، كل منصات التواصل الاجتماعي. مش اسم بقى فنان عالمي ولا مطرب صاحب تاريخ ولا نجم رياضة كسر الدنيا في بطولة. أيسل خالد. مش بس كده، ده الخبر الصادم اللي هز عرش الفن في مصر. الطفلة أيسل خالد اتصدرت يوتيوب ومتفوقة بمراحل على الهضبة عمرو دياب في نسب المشاهدة والتفاعل اللحظي. مش قادرة اوصف لكم انها طالعة رقم 1 على اليوتيوب في المحتوى الرائج للموسيقى. ايوه، زي ما سمعت كده، طفلة صغيرة مجهولة بالنسبة لناس كتيرة قوي لحد وقت قريب قدرت بقدرة قادر تزيح الهضبة عن قمة اليوتيوب في عز سطوته، ولسه أغنية لولا البنات مكسرة الدنيا وطالعة بعد شاكيرا عالميا. ده كله راح انتهى وطلعت أيسل خالد. السؤال بقى اللي بيدور في عقل الملايين دلوقتي، مين هي أصلا أيسل خالد؟ ايه السر ورا انها تطلع الصعود المفاجئ اللي خلى الكل مذهول ويسأل ازاي ده حصل؟ دي أغنية عن دكتور السنان وكلام من ده وحاجات أطفال. إزاي تطلع الأولى على محتوى الموسيقى على اليوتيوب؟ إحنا لا هنقول تلميحات ولا هنقول تكهنات، هنحكي لك الحكاية كاملة وهنقول لك بالحقائق والأرقام اللي هيخليك مش بس تعرف مين أيسل خالد، انت هتفهم إزاي خوارزميات اليوتيوب بتغير قواعد اللعبة وهي اللي بتلعب مش حد تاني. علشان نكون دقيقين وصادقين، خلينا نبص على لغة الأرقام اللي عملت الزلزال ده. يوتيوب مش بيكسب، الترند في اليوتيوب بيعتمد على التفاعل اللحظي. يعني أول ما ينزل الفيديو الناس بتتفاعل معاه ازاي؟ تعليقات، لايكات، شير يا معلم. تخيلوا معانا كده في الوقت اللي كانت فيه فيديوهات الهضبة عمرو دياب، سواء بقى حفلات قديمة ولا كليبات جديدة ولا أغنية لولا البنات يا ولا، تحقق ملايين المشاهدات. وطبعا الحاجات دي بتقعد مدة طويلة، لكن مؤشر البحث والتفاعل اليومي انفجر في اتجاه تاني خالص. الطفلة أيسل خالد خلال الساعات القليلة اللي فاتت المعدلات نطت مرة واحدة بطريقة خرافية، اتفوقت فيها على كل الأسماء الكبيرة بما فيهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد رمضان نفسه في نطاق البحث في مصر. وكأن مصر كلها مش بتدور على أي حاجة إلا أيسل خالد. ده حكاية كبيرة. لو تلاحظوا فيديوهاتها الخاصة مهما كان محتواها بتنال آلاف المشاركات، ملايين التعليقات والإعجاب في وقت قياسي. السوشيال ميديا في مصر والعالم العربي النهاردة تقريبا كأنها كانت محتلة من محتوى أيسل خالد. إيه السبب؟ الموضوع فجأة كده نط فط وبقى فيه أيسل خالد عدت على كل الناس. ده مش مجرد ترند وعدى، ده بيعكس تحول جذري في ذوق الجمهور، في الطريقة اللي بيستهلك بيها المحتوى الرقمي. الجمهور النهاردة ما بقاش بيدور على النجوم التقليديين، بيدور على الحكاية، بيدور على الظاهرة، بيدور على الطبيعية حتى لو كانت طالعة من طفلة لسه بتعدي خطواتها الأولى في الحياة. برضو ما قلناش مين هي الطفلة اللي خطفت العرش بتاع اليوتيوب في غفلة الكبار. أيسل خالد دي طفلة مصرية عادية جدا ممكن تشوفها في أي مكان، لكن قدرت بعفويتها وبراءتها إنها توصل لقلوب الملايين. المحتوى اللي بتقدمه ببساطة هو يوميتها، فيديوهات بسيطة بتوثق مواقف من حياتها، كلامها مع أهلها، ردود أفعالها على أحداث يومية. إيه السر الحقيقي للنجاح الرهيب ده؟ إزاي طفلة قدرت تحقق تفاعل أعلى من نجم عالمي زي عمرو دياب؟ السر في 3 كلمات، وال3 كلمات دي كلمات سحرية. أي حد عايز ينجح فعلا على اليوتيوب قدامك 3 حاجات: العفوية والأصالة والفضول. يعني إيه العفوية؟ أيسل بتقدم محتوى مش مصطنع، مش متبرمج، مش مكتوب. الجمهور بيشوف فيها نفسه، بيشوف فيه نقاء الطفولة اللي افتقدها في عالم الميديا اللي مشغول بالصورة والبرستيج. كل حركة، كل كلمة بتطلع منها بتكون غير متوقعة،
وده بيخلق عنصر مفاجأة وبيشد المشاهد ويخليه يكمل الفيديو للآخر. وده أهم حاجة اليوتيوب بيهتم بيها، إنك تقعد تتفرج على الفيديو لآخره. كمان كسر الحاجز ما بين النجم والجمهور. النجوم الكبار تحس كده إن في حواجز ضخمة ما بينك وما بين النجم الفلاني. ياه، احنا فين وعمرو دياب فين؟ احنا فين وحماقي فين؟ شركة انتاج ايه، مديرين اعمال، حياة خاصة متأمنة ببودي جاردات محدش يقرب لها. محمد رمضان اللي بس بيعدي من قدام بيته وبيصور نفسه ويقول انا قدام بيت محمد رمضان. لكن ايسل بنت عادية بتقدم محتوى من البيت، من جوه بيتها لأي بيت جوه مصر. الجمهور بيحس انها بنتهم، اختهم الصغيرة، وده بيخلق رابط عاطفي قوي جدا وبيترجم التفاعل ده لتفاعل ايجابي ومستمر. طيب ده تاني حاجة. الحاجة التالتة ان في توقيت وفي عنصر مفاجأة. لما طلعت ايسل خالد في الوقت ده كان نقطة انطلاق طبيعية بقالها فترة شغالة، لكن انفجرت النهاردة بفضل الفيرال، الانتشار الفيروسي اللي بيتقال عليه في اليوتيوب. الفضول الجماهيري هو اللي غذى الصعود ده. الناس دخلت تدور على الترند، لقت محتوى صادق، بنت صغيرة بتغني أغنية حلوة، البنت نفسها نغنوشة كده في نفسها، فالناس حبت المحتوى، لقوه محتوى صادق، زودت التفاعل، فالموضوع زاد في الانتشار، وهكذا. عشان نكون فهمنا اللعبة كلها لازم ندخل المطبخ. ازاي يوتيوب بيرشح فيديو بتاع طفلة، لا وكمان يرفعوا على فيديوهات عمرو دياب؟ الإجابة في معادلة سرية لخوارزميات اليوتيوب: سرعة الانتشار. اليوتيوب مش بيهتم بالعدد الناس اللي شاهدت، هي بيهتم بالسرعة اللي بتحصل فيها المشاهدة. يعني لو في فيديو المشاهدات عليها كتيرة جدا، ألافات المشاهدات في دقايق قليلة، وده اللي حصل مع فيديوهات أيسل، ده في لحظتها اليوتيوب بيفسر ان المحتوى ده مثير جدا للاهتمام ورائج والناس بتدور عليه، فبيقرر في ثواني انه يرفعه ويقترحوا الناس كتيرة قوي، فالناس تتفرج اكتر، يرفعوا اكتر، وهكذا. في كمان معدل النقر، يعني لما اليوتيوب يعرض الفيديو للناس، في ناس كتيرة قوي بتضغط تتفرج عليه، ومعنى ان هي ضغطت عليه ده اشارة لليوتيوب ان الفيديو ده كويس جدا، الصورة بتاعته حلوة، عنوانه حلو، وده بيزود انه يعرضه على الصفحة الرسمية بتاعت اليوتيوب وناس كتير تشوفه. كمان الناس بتقعد تتفرج على الفيديو بتاع ايسل مدة طويلة، وده اهم حاجة في الموضوع. اليوتيوب يحب قوي اللي يقعد على المنصة بتاعته مدة طويلة ويقعد يتفرج على الفيديو، ومن هنا بيقرر اليوتيوب ان الفيديو ده ممكن يقترحوا الناس كتير، وده اللي خلى برضو فيديو ايسل ينتشر اكتر. غير بقى تفاعل الجمهور، تعليقات، اعجابات، مشاركة الفيديوهات ديت في وقت قياسي. اليوتيوب اعتبر ان ده الجمهور راضي عن المحتوى وانه مبسوط بيه، وبالتالي بيقترحوا لناس اكتر، وبكده تصدر الترند. اليوتيوب هو اللي بيخدم المحتوى، يعني لو كان شايف ان محتواك الناس اتفاعلت معاه، حبته، اتفرجوا عليه، خلصوه، هو ده بقى الفيديو اللي كسر الدنيا. وده اللي حصل مع ايسل. هي نزلت الفيديوهات من هنا، وكل فيديو بتنزله بيبقى نفس الحال، بس الفيديو المرة دي لأيسل كسر الدنيا، عدى على عمرو دياب، عدى على نجوم كبار يمكن ما قدروش يحققوا نص اللي هي حققته. حاجة غريبة مش كده؟ عايزة اقول لكم ان اغنية ايسل او ايسل نفسها اللي متصدرة ترند النهاردة ما بقتش خبر فني، لا ده الموضوع بقى فيه نقاش كبير قوي على منصات التواصل الاجتماعي في مصر. الناس اتقسمت 3 أقسام. واحد يقول ايه ده يا جمال البنت وحلاوتها، البنت عندها موهبة طبيعية وصادقة وطالعة من قلب المجتمع المصري، وده دليل على ان الموهبة الحقيقية مش محتاجة شركة انتاج ضخمة عشان يطلع فيها الفنان ولا الفنانة الفلانية. والناس شافت في ايسل البساطة والنقاء اللي افتقدوها في زحمة الفن. الحاجة التانية ان صناع المحتوى شافوا في ان ايسل ده درس قوي جدا لليوتيوب، ازاي ان ايسل ما اعتمدتش على الابهار البصري والتقليد
بالعكس هي ركزت على الأصالة والنقاوة، وده اللي خلى الناس تتفاعل معاها أكتر. وناس تانية بتبص وتقول إن الموضوع فيه أخلاقيات. إزاي بنت في السن ده تتعرض للضغط الرقمي ده والشهرة اللي بدري دي، والمحتوى ده بيحمي خصوصيتها؟ هل ممكن ده يكون حاجة مش كويسة للجيل الجديد؟ ازاي يعتمد على المحتوى اليومي؟ لا، المفروض يبقى فيه فن راقي. ازاي بتخلوا الأطفال تعمل كل ده؟ وده كله هيبقى له أثاره على نفسيتها كطفلة. طبعا كل حاجة الناس بتنقسم عليها، ناس تقول كويس وناس تقول وحش. لكن اللي عايز أعرفهولك، هل أيسل خالد بقت ظاهرة رقمية يعني ترند كده وهيعدي لما الجمهور يمل من التكرار، ولا ده بداية لتحول جديد في صناعة الترفيه في مصر؟ يعني مش هيبقى فيه عمرو دياب وتامر حسني، الناس هتدور على الفنانين المستخبيين جوه اليوتيوب ويدوروا عليهم ويسمعوا لهم أكتر ما بيسمعوا للنجوم المعروفة. الأيام الجاية هي اللي هتحدد إيه اللي هيحصل. هل فعلا نجوم كبار ممكن ينزلوا ويقلوا قدام مواهب صغيرة أو مواهب بسيطة أو فنانين مش مشهورين؟ هنقول عليهم فنانين، مش هنقول عليهم ولاد بلد طالعة من وسط أهاليها. ده اللي ممكن يحصل في يوم من الأيام. الناس عايزة تجديد دايما، عايزة الشكل الجديد، موضوع جديد، الأغنية الجديدة. ويمكن يكون ده سبب من الأسباب اللي بسببه أيسل عدت على عمرو دياب. أنا مش هقولك اشترك، ومش هقولك اكتب لنا كومنت، ولا دوس زر الإعجاب، ولا الكلام ده خالص. الكلام ده مضروب. لكن انت أكيد شفت الفيديو وأكيد عجبك، فأكيد انت هتشترك لوحدك من غير ما أنا أقول. والأهم كمان انت هتدوس لنا لايك، أنا متأكدة من ده، وتكتب لنا بقى تعليق صغير كده وتقول لنا ايه رأيك في أيسل. اتفرجت على فيديوهاتها؟ انت تحب تقيم ظاهرة أيسل بإيه؟ شايف إنها نجمة المستقبل ولا ترند وهيعدي؟ أسيبكم في أمان الله والسلام عليكم، ومستنية تعليقاتكم.